اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نتمنىكم إن شاء الله تكونوا على خير يا ربي وصحة مزيانة. اليوم إن شاء الله غنشارك معكم واحد الوصفة لزيادة الوزن بطريقة رائعة وغزالة بزاف وتتعجبنا. هاد الطريقة اللي غادي نحضروا بها آملو نتاع الشوكولا، طريقة غزالة بزاف وكذلك تزيد لينا في الوزن تاعنا. يعني الناس اللي بغاو زيادة في الوزن تاعهم ما كاين حسن من هاد الوصفة هذه الطبيعية. وكذلك حتى الوليدات نتاعنا نعطيهم شي حاجة اللي طبيعية ومغذية، مكونات الحمد لله اللي احنا عارفينها كيفاش واشنو فيها من تغذية بالنسبة للجسم تاعنا. يعني هاد المكونات هادو رائعين، ميكس خليط نتاع زيادة الوزن. ندوزو ان شاء الله للمقادير. الى عجبتكم الوصفة ما تنسونيش بلايك وتعليق. شكرا لكم كاملين واللي التحقوا بالقناة جداد. هنا عندي كيلو نتاع الجنجلان البلدي، يعني ناكد عليها جنجلان البلدي نتاعنا اللي جبتوه نقيتو من الشوائب اللي فيه ومسحتوه مزيان، ماشي غسلتوه، مسحتوه مزيان وحمرتوه في الفران. يعني حمرتوه حتى تحمر ليا الجنجلان تاعي. عندي كاس ونص نتاع زيت المائده بعبار كاس العنبه، الزيت العاديه الا بغيتو تستعملوا نتوما زيت العود يمكن لكم تستعملوا زيت العود. انا زيت المائده العاديه اللي خديت كاس ونص بعبار كاس العنبه، درتو في واحد الكاسرونه، زدت عليه واحد الحفينه نتاع كاوكاو مع الزيت تسخن وكاوكاو تيتقلى وتيطلق ليا النكهه، تجيني هذيك الزيت منكهه نكهه كاوكاو، كذلك كاوكاو تيتحمر ليا غير حفينه. عندي هاد النوعيه نتاع الشوكولا هو اللي مستعمله هنايا. شوفوا على راه مشى لينا يحسب لي واش باقي مسدود. شوف عزيز عليه هاد الشوكولا، ولكن الصراحه مذاقه رائع واقتصادي في نفس الوقت. هنا عندي كاوكاو البلدي كيلو كذلك اللي خديته نقيته من الشوائب ومسحته بزويف وحمرته على 200 درجه. حمرته حتى تحمر ليا شويه، حيت منه القشره غير شويه وخليت الاغلبيه يعني فيه القشره صافي. وهنا عندي رشه نتاع الملح ضروري باش توازن لينا الحلاوه في هاد املو هذا نتاع الشوكولا. هنا واحد الحاجه عاود ما حطيتهاش في المقادير، عندي كاس نتاع الزبده بعبار كاس العنبه، زبده تكون نوعيه مزيانه اللي قبضتها وذوبتها في كاسرونه حتى ولات ليا المذاق نتاعها نوازط، يعني تبدل ليا شويه ماليه للذهبي. ونصفيها من هذاك الحليب باش ما يخسرش ليا املو نتاعي، ضروري نصفيها نخليها مزيان تحمر ليا حتى تبدل ليا اللون تولي مذاق نوازط، يعني نحمرها مزيان. الا خليتها ما محمراش مزيان راه غتخسر ليا هاد املو نتاعي. هنا في الكاس نتاع الطحانه درت كميه نص الكميه نتاع الجنجلان، كاوكاو 3 المعالق نتاع الشوكولا، رشه نتاع الملح وكميه من هذاك الكاس نتاع الزيت، خليط ما بين الزيت والزبده وكاوكاو، طحنت مزيان. هنا عاود غنشارك معكم واحد الحاجه، الا ما كانش عندكم الكاس نتوما متاكدين منه نتاع الطحانه نتاعكم او كاس نتاع العصير تطحنوا فيه العصير انه تيطحن مزيان، عندكم تخرجوا على الماكينه نتاعكم وتقولوا علا خرجت لينا على الماكينه. حيت ضروري الجنجلان تنعرفوه بلا ثقيل وكذلك كاوكاو نطحنوه من قبل في واحد الكاس هذاك اللي تنطحنوا فيه ديك الطحانه تنطحنوا فيها العطريه، او شي كاس صغير اللي تنطحنوا فيه كذلك كاوكاو ولا الجنجلان. يعني ضروري عاد نديروا في هذا الكاس هذا. انا الحمد لله تبارك الله تطحن ليا مزيان، فانا تندير ديريكت. عندكم تخرجوا على الماكينه نتاعكم يعني طحنوه من قبل، لا بالنسبه للكاوكاو ولا الجنجلان. وهذا املو مستعملين فيه الشوكولا، والشوكولا تيجي ثقيل يعني تيتقل لينا حتى نعرفوا الشوكولا راه تتقل لينا الحاجه. المهم انا قلت لكم هنا عاود غادي نطحن، زدت 3 المعالق اخرين نتاع الشوكولا. هنا بالنسبه للكيلو نتاع كاوكاو كيلو نتاع الجنجلان انا استعملت 7 المعالق نتاع الشوكولا نتاع الدهن. كذلك غادي نعاود نطحن حتى نكمل الكميه كامله اللي عندي كامله طحنتها، يعني 7 المعالق كبار نتاع شوكولا للدهن، كذلك كيلو نتاع كاوكاو، كيلو نتاع الجنجلان، كاس نتاع الزبده اللي مذوبه ورجعت مذاق نوازيط حتى حيت منها الحليب وصفيتها وخليتها شويه دافيه، كاس ونص بعبار كاس العنبه نتاع زيت المائده العاديه ولا بغيتو تستعملوا زيت العود يمكن لكم. وهنايا راه املو نتاعي طحنته رائع تبارك الله، غزال غزال ما شاء الله. عاودت معكم المقادير ونعاود معكم عاوتاني طحنوا قبل الجنجلان وكذلك كاوكاو في واحد الاله اللي تطحنوا فيها مزيان عاد باش ديروه في هاد الماكينه هذه نتاع العصير او كاس العصير باش يطحن لينا مزيان. صافي هنا راه طحنتو تبارك الله مزيان، شوفوا كيفاش داير ما شاء الله، ما نقول لكمش على المذاق نتاعو غزال غزال غزال. الكثافه نتاعو تجي بحال هكذا كما قلت لكم، راه الماده الدهنيه اللي مستعمله فيه 2 كيسان ونص في الماده الدهنيه. ديك الزبده كذلك تعطينا واحد المذاق رائع نتاع نوازط في هاد املو هذا، وكذلك حتى هي يعني تناخذوا منها واحد المذاق اللي غزال وواحد الميكس اللي تعطينا زياده في الوزن عن حق. يعني استعملوا هاد املو هذا، راه الصراحه ماشي غير املو صافي بالشوكولا،
لا راه تنعرفوا الجنجلان تيزيد في الوزن، كذلك كاوكاو من المواد اللي تيزيدوا في الوزن، رائعه بزاف بزاف، يعني شي حاجه اللي غزاله غزاله ونعطيو حتى لوليداتنا. وفي هاد الايام هادي الحمد لله كلشي غالي، يعني تنستعملوا واخا تنشريو هاد المواد غاليين، ولكن راه واحد الحاجه اللي تتخرج لي واخا في هاد الوقت كلشي غالي، ولكن راه الحمد لله تيخرج لينا واحد الكميه اللي كثيره وتاخذ معنا واحد الوقت اللي طويل تبارك الله. راه تيخرج لينا بهاد المواد اللي عطيتكم، هاد الكميه اللي عطيتكم 2 كيلو ربع نتاع املو بالشوكولا. بالنسبه للجنجلان كيلو داير 700، كل واحد على حسب كيفاش تيبيعوا. كذلك هذاك الشوكولا 25 درهم. كذلك بالنسبه للكاوكاو 600 الكيلو، على حسب كل واحد حتى هو بشحال تيبيعوا. هنا تبارك الله راه واحد الكميه، ناخذوا غير 125 غرام تاع الزبده، تاع الزبده عارفينها غاليه، ولكن راه تيعطينا كميه اللي غتبقى معنا، يعني تبارك الله نحطوه في الفطور، نحطوه في كاسكروط، نديروه هكذا في الكخيب بانكيك، يعني تبارك الله فاش ما درناه رائع وغزال. الوليدات هكذا يعجبهم بزاف بزاف، عوض ما نعطيهم غير الشوكولا بوحدو، نعطيو لهم بهذه الطريقه مواد اللي فيها واحد الفيتامينات اللي مزيانين لينا، وكذلك واحد المواد اللي تينفعوا الجسم نتاعنا. تنعرفوا تبارك الله الفوائد نتاع الجنجلان، ودايرين هنا الجنجلان البلدي، تنعرفوا الفوائد نتاع كاوكاو. هنا تبارك الله شوفوا ما شاء الله الكثافه نتاعو رائع رائع بزاف، ما نقول لكمش المذاق خرافي خرافي. اللي بغات تزيد في الوزن تاعها فدير هاد املو هذا وتاكلوا بالصحه والراحه. اللي ما بغاتش زياده في الوزن بلا ما تقرب منه، حيت عن حق تيزيد في الوزن بواحد الطريقه اللي رائعه تبارك الله. غير بقاو كولوه في الصباح، ما نقول لكمش كيفاش غتوليو دوموا عليه، ولكن بالحق دوموا عليه، ما تقولوش ام علاء قالت لنا، دوموا عليه، بقاو دائما ديروه وشوفوا زياده في الوزن طبيعيه بمواد اللي طبيعيه. وكذلك حتى الوليدات اللي ما تياكلوش نعطيو لهم، حيت فيه الشوكولا غيعجبهم، ما غاديش يعرفوا راه بالله فيه الجنجلان. انا ولدي ما تيبغيش الجنجلان، ولكن بهذه الطريقه تياكلوا ليا. تبارك الله شوفوا كيفاش داير، وبالصحه والراحه وزياده في الوزن. ما نقول لكمش كيفاش غتزادوا في الوزن، ولكن بطريقه اللي طبيعيه ورائعه وصحه الحمد لله اللي ما فيهاش اضرار من بعد. بالصحه والراحه وبسلامه.